الحياة في الأرياف دايما بيبقى ليها طابع خاص. الكل بيقوم، الرجالة بتطلع الجامع عشان تصلي العشاء، والحريم بيرجعوا على بيوتهم ومعاهم العيال. بعد ما الصلاة بتخلص وما بيبقاش فيه صريخ ابن يومين في البلد كلها، وطبعا كان ده بيبقى أحسن وقت ننزل فيه أنا وأصحابي. إسماعيل اقترح إننا نغير المكان وقال لنا إيه رأيكم نروح أرض الغربان. ودفنوها فين؟ في نفس المكان اللي انت قاعد فيه. طبعا أصحابي اللي كانوا لسه معايا في ثانية واحدة جري وما لقيتش حد. انت مين؟ وبتعملي ايه هنا؟ خايف ليه قوي كده مني؟ انا لو عايزه اذيك كنت اذيتك. مع الوقت استسلمت، بقيت من غير اي مقاومه باكل وبشرب. اصعب حاجه كانت نعيق الغربان اللي مش بيسكتوا. هجمت على الحاجه اللي حدفوها ومن غير ما اعرف هي ايه كنت بنهش فيها بسناني وباكلها. الظالم لازم يتظلم. عينين نار في وش اسود كئيب حتى ملامحه مش باينه. سيده الغربان. القصه كامله موجوده في اللينك اللي موجود تحت الفيديو.